ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنا في الوقت ده بقى كده. لسه شغالين بقى في اللحمه وتقطيع اللحمه والحاجات دي. فخدت انا بقى حته اللحمه كده، قلت له مطلع حته حلوه كده، أو اعلق عليها. كان لسه الذبح شغال والتقطيع شغال والحاجات دي شغال. خدت بقى كده حبه لحمه، حطيت حبه كده في ميه بارده زي ما بحط لحد ما تطلع الريم بتاعها، وخدتها سلقتها بالنظام ده كده. خدتها سلقت شطفتها قصدي بالنظام ده كده، غسلتها كلها. مش مجرد شلت الريم بس اللي على الوش، لا، شلت كله كده من على الوش، ما عادش فيه اي حاجه. وهنا الحله التانية اللي كانت بتغلي دي، كنت حاطه فيها بصلايه وطماطميه ورق لورا حبهان. بتحب بقى جزر، بتحب كرفس، اللي بتحبيه حطيه. بقول لك بص، حته اللحمه بقى نضيفه ازاي، ما عادش فيها اي حاجه. الميه دي كانت خلاص غليت، ميه نضيفه خالص ما فيهاش اي حاجه. الاولانيه كنت ركنتها. انا بعمل اي لحمه على مرحلتين كده. اول مرحله احطها لحمه عادي في ميه بارده، تطلع كل الريم على وشها قبل ما تبدا تغلي، عشان لو غليت الريم هيلف فيها. قبل ما تبدا تغلي هتلاقيها طلعت كده كل الريم على وشها. تكون انت بقى حاطه حله تانية بتغلي على النار فيها ميه نضيفه. اشيل بقى اللحمه، اشطفها خالص. الميه النضيفه اللي انا كنت حطيتها دي تكون غليت، احط فيها البصلايه والطماطميه والحاجات اللي انت بتحب تحطيها، وانزلي فيها باللحمه. حطيت بقى كده فيها اللحمه. وانا هنا كنت بعمل ال اسمها ايه يا رب، الصلصه. هوريها لك دلوقتي. هنا بقى كنت حطيت بص، انا حاطه يعتبر اكتريه الاكل سمنه. كنت بحط حبه زيت صغيرين بس الاكتريه يعني سمنه. الفته بتبقى عايزه سمنه شويه. والله احنا كنا بدري بس ما رضيتش اقول لهم بقى افطروا كبده وما اعرفش كان في كتير. ما كناش نمنا، فهم كانوا خلاص عايزين يتغدوا، عشان بيقول لك احنا مش عايزين، مش عارفين هنصحى امتى وكده. فخلاص كنا يعني هم اصلا متغديين قبل الظهر. الكلام ده كله كان قبل الظهر، متغديين ومخلصين وغاسلين مواعيننا وحاجتنا كلها كانت قبل الظهر. لان الذبح كان يعتبر كان الفجر. فلما خلصنا بقى وخلصنا الليله والتوزيع والحاجات دي بقى وعملنا الاكل، كنت انا بس خدت ولعت على اللحمه الاول كده. فكانوا خلاص عم خلصنا واتغدينا والكلام ده كله كان قبل الظهر. هنا بقى وانا بعمل السلطه، حطيت الصلصه، حطيت معلقه سمنه، وحطيت التوم حمرتها. ونزلت عليها بكيس طماطم من اللي انت مسبكاه، او طماطم انت لسه ضربها هتتسبك. حطيت عليها ملح وفلفل بس. ما حطيتش اي توابل تاني النهارده غير يعتبر ملح وفلفل. ما حطيتش بقى حاجه تاني، مش فاكره. ساعات كنت بحط سنه كمون وساعات لا، بس انا ما حبيتش النهارده في الفته احط كمون او اي حاجه. حطيت ملح وفلفل بس. يبقى انا حطيت هنا الصلصه بتاعه الفته، معلقه سمنه والثوم حمرتها، وطشيتها بالخل. نسيت اقول لك طبعا اي خطوه بقى اي خطوه ابقى خليها توم وخل. يبقى انا طشيت هنا بالخل. دي بقى الخطوه اللي انا كنت بقول لك كان فيها الريم بتاع اللحمه. فاهمه؟ انا كنت نسيت اوريها لك قبل ما احط قبل ما احطها في الشوربه. يبقى احنا خلاص اتفقنا ان احنا الصلصه توم وطشيناه بالخل، ونزلنا عليه بالطماطم والملح والفلفل. هنا بقى كنت احمص العيش، خرطت العيش كده بالمقص، وحطيت هنا في الطبق توم برده، معلقه توم كده، ومعلقه زيت او سمنه اللي انت بتحبيه، وشويه ملح وشويه فلفل اسمر بس. احطهم بقى كده على العيش وهقلبهم خالص بحيث يبقى متغلف. انت عايزه تحمريه في الطاسه حمريه. انا قلبته بقى بص كله بقى، كل العيش متغلف بالثوم ومتغلف بالمعلقه السمنه او الزيت، وتحطيه في الفرن يتحمص معاكي. كل شويه بص عليه واديله تقليبه كده ومن تحت ومن فوق، عشان بس ما يتحرقش منك. هنا كنت هعمل الرز برضو بعمله بخل وتوم. الرز بتاع الفته ايوه طبعا، ما يبقى رز ابيض عادي زي الرز الابيض اللي احنا بناكله، لا. حطيت برضو معلقه السمنه. هي كميه السمنه كتيره شويه لان كميه الرز كبيره، يعني كميه الرز اللي انا هعملها كبيره، عشان احنا يعني عدد كده النهارده، انا واخواتي وما اعرفش وكده وخلته. فحطيت برضو التوم، حمرته كده في معلقه السمنه ومعلقه الزيت. لازم الرز احط له زيت شويه. يبقى حطيت له معلقتين سمنه ومعلقه زيت على حسب الكميه اللي عندك. وحطيت التوم، بص ما يحمرش، يبقى مصفر كده بس انت شميتي ريحه التوم. ونزلت عليه طشته بالخل كده، يبدا يغلي، انزل عليه بالرز. نفس العمل بتاع الخل والتوم ده عملته في الصلصه قبل ما احط الطماطم. يبقى احنا عندنا الخطوتين زي بعض، حطينا سمنه وتوم وطشيناه بالخل، وهناك حطينا الصلصه، هنا حطينا الرز. نفس الخطوتين بالظبط، سمنه وزيت في الرز والثوم، يا دوبك اصفر كده وريحته طلعت معاكي، وطشتيه بالخل. وحط عليه بقى الرز بتاعك، وحط عليه الملح. ممكن تحط في الرز ده وحلتين حبهان كمان، بس يبقى عداهم. وكده كده هيطلع لك على الوش. بقول لك اللي على الوش الحته الصفرا دي مش حاجه في الرز ده، حته الثوم يعني. الحته اللي بتبان وانا بقلب دي حته من الثوم الاصفر اللي احنا محمرينه. بس جربي بقى الرز بتاع الفته بالخل والثوم كده زي ما بتعملي الفته كلها، هتحسيه مختلف خالص، وهتحسيه احسن، يعني احسن كتير من الرز بتاع الفته اللي كنت بتعمليه بتشوحيه بالسمنه بس. لا، اعمليه برضو بالثوم والخل كده. يبقى انت كل الخطوات عندك ثوم وخل. اول حاجه العيش حطوا له برضو ثوم، مدخلينه محمصينه في الفرن في خفيف بقى. الصلصه عملناها خل وثوم برضو، حطينا الصلصه. الرز برضو خل وثوم وحطينا فيه الرز ده الميه كانت كتيره، فانا نقصت كوبايه يعني. انا وانا بقلب كده حسيت ان هي الميه كتيره، نقصت كوبايه. هنا بقى كان خلاص اتشرب بقى اهو. هو قلبه بس، اديله تقليبه بس صغيره كده، وغطى عليه بقى ووطي. بصي ما تكشفيش بقى على الرز قبل مثلا لو كميه كبيره كده مثلا تلت ساعه.
ساعه، ما تكشفيش عليه قبل تلت ساعه، ما تقعديش كل شويه تبص عليه فالبخار يطلع، لا انت تلت ساعه كده وافتحيه هتلاقي عندك كل حاجه. اللحمه هنا بقى كانت دخلت نص سوا، كانت جايبه لها كيس الطماطم المسبكه حطاه. انا عايزاك تجربي اللحمه بصلصه الطماطم دي وشوفي طعم الشوربه هتبقى عامله ازاي. بص بقى انا عايزه اقول لك على رواقه الشوربه ورايقه من الريم اللي احنا شلناه، مش مجرد شلنا المعلقتين اللي على الوش، حته اللحمه رايقه كمان صبحه بسم الله ما شاء الله لسه مدبوحه يعني. وبعدين بقري، انا بحب اللحمه البقري عن اللحمه الجاموس في العجول المدبوحه. هنا بقى كنت بتابع العيش كده وكل شويه تديله تقليبه، بتحمر سنه من فوق، انا مولعه من تحت ومن فوق، بس الشوايه طبعا بتحمر اسرع، فتبقى ايديكي فيه كده عشان ما يتحمرش من ناحيه ويبقى من تحت طري، فايديكي فيه تطلعي الطري شويه الابيض ده فوق وكده وتقلبي التاني تحت. هنا بقى اللحمه كانت خلاص في اخر السوا، كنت حطيت لها الملح والفلفل بتاعها. يعني انا مثلا قبل ما اطفي عليها بربع ساعه تلت ساعه احط لها بقى الملح والفلفل عشان تشرب منهم، مش بعدين اطفي واحطهم مش هتحس ان اللحمه فيها ملح ولا فلفل. حطيت لها الملح والفلفل بتاعها وجبت معلقه سمنه وحمرت فيها البصله دي، معلقه سمنه مش زيت، معلقه سمنه وحمرت سمنه عاديه الصفيحه العاديه، وحمرت فيها البصله دي وتشيها بقى على الشوربه. وجربي بقى الشوربه بالطريقه دي، شوفي بقى الطشه كده وجربيها، مش هتعملوا الشوربه بعد كده غير بالطريقه دي. جربي الشوربه اللي بصلصه الطماطم واللي بالطشه بتاعه البصله دي بمعلقه السمنه وشوفيها، شوفي رواقه الشوربه وشوفي لون الشوربه وشوفي البصله اللي في الشوربه طعمها تحفه، تحبيها بقى مع تعصري بقى عليها ليمونه كده جميله. هنا بقى الصلصه اللي انا كنت عاملاها للفته كنت نقلت نصها عشان يفضل تقيل كده في طبق بره عشان احطه على وش الفته، والنص التاني هحط عليه كام كبشه شوربه كده عشان اسقي بيه العيش. ما بحبش اسقي العيش بشوربه بس، بيضطر قوي. انا بحب العيش يبقى فيه سنه قرمشه، يعني يبقى فيه مثلا وحدات طريه وحدات فيها سنه قرمشه كده. فانت لو حطيتي كل اللي على العيش كله شوربه بس هيبقى طري قوي. فانت حط بقى الشوربه كميه الشوربه على الصلصه بحيث بصي تبقى وسط كده، لا منها شوربه ولا منها صلصه. انا نقلت الصلصه اللي احنا عاملينها بالفته والثوم نصها بره، حطيت نصها بره في تقيل كده والنص التاني حطيت عليه شوربه. اللحمه بقى كده خلاص كانت استوت، انا هبدا بقى اغرف الاكل، بوريكي برضو الشوربه رايقه ازاي وحلوه ازاي. حطيت هنا الاطباق كده، حطيت على 3 اطباق العيش كده، واجيب بقى الصلصه بالشوربه اللي انا حطاها دي تسقي العيش بتاعها. وما تسقيش العيش من بدري عشان ما يطراش قوي منك، انت كده كده الرز بتحطيه عليه بيبقى سخن، حتى لو انت حاطه على العيش حبه صغيره من الصلصه دي سخونه الرز كمان هتطريه، فانت ما تكتريش قوي. بص زي ما احنا حاطين كده دوبك مغرفتين 3 كده هتلاقيه خلاص الطره وفي حتت مقرمشه يبقى تحفه معاكي، فما تحاوليش تكتري. وجيبي بقى الرز بقى حطي وزعي كده بقى الرز بتاعك بقى عليه كله. شوفي بقى انت بتحبي طبقه العيش اكتر طبقه الرز اكتر، انت بتبقي عارفه بقى اللي عندك بيحبوا حاولوا توسطنيهم، يعني حاول مثلا العيش يبقى اكتر من الرز بس حاجه بسيطه مش كتير قوي، ما تبقاش مثلا طبقه الرز عاليه قوي والعيش مش باين تحت، لان في ناس بتحب الفته دي عشان العيش اللي فيها اللي تحت اللي بيكون محمص ده، وانت مثلا محمصاه في الفرن بقى بمعلقه التوم زي ما احنا عاملين كده ومعلقه الزيت والملح والفلفل، فانت اساسا مطعمه العيش كمان وسقياه بالصلصه اللي فيها خل وتوم كمان، فكل حاجه عندك انت كل حاجه عندك مطعمه، يعني ما انتش حاطه حاجه بس ومطعمه حاجه وكده. انا بقى ما بحطش على الرز من فوق شوربه تاني، انا خلاص اكتفيت بالشوربه بالصلصه اللي انا حطاها تحت على العيش، خلاص هو كده كده رز الشرب كمان من تحت. والصلصه بقى حطيها بالطريقه اللي تعجبك، يعني انا عملت 3 اشكال، عملت الشكل ده كده والتاني عملته بالطول والتالتة عملتها مربعات هتشوفها دلوقتي. ابص عملت ال3 اشكال ده، كانوا لسه بيجيبوا بقيه الاكل بس انا قلت لهم اما اصور قبل اللي هيقعد على الاكل ما يقعد. حطيت ده عملت الشكل ده كده والشكل التاني عملته مربعات كده والشكل اللي هناك عملته كده، يعني نوعت بقى. انت عايزه تحطي اللحمه فوق حطيها، عايزه تحطها لهم في الشوربه حطيهم زي ما بيحبوا، عايزه تبقى في اطباق لوحدها عادي. كل سنه وانتم طيبين.